بقول لكم ايه، من غير مقدمات انا هدخل في الموضوع على طول. اللي بيبقى عندها طفل واحد بيخليها تلف حوالين نفسها، طب اللي معاها 2 أو 3 في نفس الوقت تعمل ايه؟ مبدئيا سمعني سلام كبير قوي لامهات التوأم. انا قبل كده اتكلمت معاكم في شويه نصايح على الماشي، لكن اكيد النصايح اللي بجد ناخدها من التجربه الفعليه، يعني من ام التوأم بجد. هيكون معايا النهارده مامي فيروز ام التوأم وزميلتي الجميله في فيرتيكال. ايه الصدمه اول لما عرفتي ان انت حامل في توأم؟ عملتي ايه؟ اتخضيت قوي، قعدت اعيط، يعني ما كنتش عارفه انا فعلا مستعده لده ولا لا، بس في نفس الوقت كنت مبسوطه الصراحه. نبص للجزء المليان من الكوبايه. ايه احلى حاجه في ان انت يبقى عندك توأم؟ احلى حاجه ان انت بتخلصي، انت عارفه ان انت جبتي 2 والموضوع خلص على كده، يكبروا بقى مع بعض، يلعبوا مع بعض، نخلص منهم وندخل ننام كده يعني. طيب عايزاكي تقولي كده للماميز اللي عارفين دلوقتي ان هم حامل في توأم، ايه هي الحاجات المهمه اللي لازم يشتروها؟ يعني طبعا هيشتروا الحاجات الاساسيه لكل طفل، زي اللي هو إيه؟ نجيب الببرونات، نجيب التيتينا، كل الحاجات دي مهمه. غير بقى للتوأم بالذات محتاجه نجيب سريرين، مش سرير واحد، هو لازم سريرين لكل واحد فيهم يعني لو في امكانيه. والحاجه الثانيه ان احنا نجيب العربيه البيبي السترولر، يعني يا ريت يبقوا 2 ورا بعض او جنب بعض على حسب الاريح. والحاجه الثالثه ان لو في عربيه طبعا محتاجين 2 كرسي. في سؤال بيتكرر كتير عن نوبات الغضب بالنسبه للتوأم، بتتعاملي معاها ازاي؟ وهل هي بتبقى سنجل ولا دبل؟ والله انا بقعد اغضب معاهم بقى، يعني انا الاقيهم غضبوا انا كمان هغضب خلاص. بس هو الحمد لله يعني غالبا بيبقى واحد، والتاني بيعرف ان في تنشنه فبيقعد ساكت. بعمل ايه؟ خلاص يعني بتصرف، بحاول اهدي الدنيا واحاول ان انا اخليهم تمام وبالراحه، واحاول ابعدهم عن بعض علشان ما ياثروش على بعض في الحته دي. هم يعني شخصياتهم مختلفه عن بعض ولا بتحسي ان هم لا قريبين من بعض حتى ايفن في الشخصيه؟ شخصياتهم مختلفه تماما، انا عندي ولد وبنت فهما الاثنين مختلفين تماما عن بعض. في صوره ذهنيه منتشره ان التوأم بيعملوا كل حاجه مع بعض، حتى في التطور، حتى في الكلام، حتى في المشي. هل من واقع تجربتك ان ده فعلا حصل ولا كان في اختلاف؟ لا خالص ما حصلش. يعني انا عندي البنت اتكلمت الاول، الولد مشي الاول. البنت كانت بتستجيب للاكل الاول. اهم حاجه ان انت ما تتوتريش، يعني ما دام احنا مش متاخرين قوي فعادي واحد هيسبق التاني، مفيش اي مشكله. وبرضه استشيري الدكتور بتاعك ان احنا ماشيين يا جماعه صح ولا احنا كده اتاخرنا ولا كده، وسيبيها على الله. هل فعلا بتجيبي لهم كل الحاجات زي بعض وبتوديهم يلعبوا نفس الرياضات مع بعض، والمدرسه بتدخليهم المدرسه مع بعض، ولا بتتعاملي ازاي؟ لا يعني بعتبرهم شخصين مختلفين، هم مش شخص واحد، فكل واحد اللعب اللي تنفع مناسبه لشخصيته. هم كمان عشان ولد وبنت، فالبنت اجيب لها عرايس والولد اجيب له مسدسات وسوبرمان وحاجات كده. بس حتى لو هم كانوا نوع واحد، لا نشوف هي بتحب ايه او هو بيحب ايه ونجيبه له. اللبس يا ريت نفصل بين لبسهم، يعني لو هم زي بعض لا يعني برضو نوعوا. ده بيساعد في تطور الشخصيه اكتر. مش لازم ينزلوا لابسين هما الاثنين زي بعض وشكلهم زي بعض ومختلفين، لا احنا عايزين ان احنا كل واحد فيهم يبقى له شخصيته، يختار بنفسه لما يكبر شويه هو اللي يقول انا عايز الفستان ده او عايز التيشيرت دي. اما المدرسه لا طبعا يعني اريح ان هما الاثنين يبقوا مع بعض، بس الاحسن ان هما يبقوش في فصل واحد. علشان كل واحد يعتمد على نفسه، حتى مش في اول سنه ممكن يعني او تاني سنه، بس بعد كده الاحسن ان كل واحد ينفصل علشان ما يبقوش معتمدين على بعض في كل حاجه. نفس المدرسه لكن في فصول مختلفه. بالظبط. احنا دخلنا خلاص في فصل الصيف، وفصل الصيف معانا ايه؟ معروفه بوتي تريننج، شبح كل ام. طيب بالنسبه بقى لام التوأم، الشبح ده كان عامل ازاي؟ ما خدتهمش مع بعض يعني واحد ورا التاني. انا لا قررت ان انا كاني عندي طفل واحد دلوقتي هيعمل بوتي تريننج. كان صعب قوي ان انا اخد التجربه على الاثنين، فخدت البنت الاول، هي كان عندها استعداد الاول ان هي تعمل كده، وقعدت سنه كامله. يعني الصيف ده خدت البنت، والصيف اللي بعده كان الولد. هو كمان لما شاف اخته خلاص بقت بتدخل حمام لوحدها وما بتعملش بامبرز وكده، هو نفسه بقى عنده استعداد وبقى يقلع البامبرز. انا خلاص انا عايزه ابقى القرار هو كمان، فخد القرار. فكان على الصيف الثاني الاثنين خلاص خدوا. ايه اكتر حاجه ما بتحبيش تسمعيها من الناس عن ولادك كأم للتوأم؟ يعني المقارنه، يعني دايما ايه ده هو البنت والله شقيه والولد لا، ايه ده هو الولد مشي بيجري والبنت ماشيه بالراحه. ليه يعني؟ ما هو ده بني ادم ودي بني ادمه. فانا اكتر حاجه بتضايقني الصراحه، واكيد دي بتضايق كل ام عامه مش حتى التوأم، المقارنات، وبالذات لما يكونوا قد بعض الناس الموضوع بيبقى ازيد بتأفور شويه. طيب بالنسبه للتعامل مع التوأم دلوقتي، احنا عايزين نوجه رساله دعم لاي ام دلوقتي عرفت انها حامل في توأم ومكتئبه وشايله الهم فوق راسها ومش عارفه تتصرف ازاي، تقولي لها ايه؟ اقول لها معلش والله يعني ان شاء الله هتعدي،
كده كده الولاد هييجوا وهيكبروا وهتبقى حلوه، وبعدين هي في الاول متعبه فعلا، بس بعد كده انت هتريحي خالص والناس كلها هتخلف وانت لا وانت مبسوطه. وغير كده انه بجد هم لما بيكبروا شويه بتلاقيهم بقوا صحاب، بتلاقيهم بيلعبوا مع بعض ومستكفين يعني عن العالم، فانت هتبقي مبسوطه. فمعلش هي في الاول صعبه، بس يعني اهدي شويه. شكرا جدا فيروز، وربنا معاكي وربنا مع كل الماميز. حبيبتي انا عارفه انكم ما تتوصوش، بس ما تنسوش الفولو واللايك والشير والاجواء اللي انتوا عارفينها دي.